هنعمل النهاردة وصفة سهلة وبسيطة ومش هتاخد في ايدينا وقت خالص وهتنفعنا في اللانش بوكس. يلا بينا نبدأ ونسمي بالله ونصلي على الرسول وتعملوا له شير كتير، واهم حاجة تحفظيه عندك علشان هنعمل من صدر واحد من الفراخ هنعمل كمية كبيرة. اول حاجة هننزل بيها قرن فلفل من الكبير، وبعد كده هنروح نازلين ب7 فصوص من الثوم وهنبتدي ان احنا نطحنها. وتاني حاجة هنروح نازلين بيها هنجيب معانا اللي هما فصين، دول فصين صغيرين بتوع الفراخ، يعني انت لو فص واحد هتعملي كمية حلوة قوي. برضو هبتدي ان انا اقطعهم كده ل4 قطع وهروح نازلة بيهم في الكبة، اروح ضربهم لحد ما يبقوا معانا بالشكل ده، وهروح راجعه لكم تاني ما تروحوش في حتة زي ما انتم شايفين. بعد ما رجعت لكم تاني هروح نازله بقى بنص كوبايه من النشا، هي دي اللي هتربط معايا الوصفه بتاعتنا. هروح نازله عليهم ببيضتين، انا قسمت الكميه علشان الكميه كبيره قوي على الخلاط. هروح نازله برضو بمعلقتين من الزيت، عليهم معلقه كبيره من البابريكا، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، عليهم واحده مرقه ماجي، واروح نازله عليهم باي لون، يعني لون يكون احمر عندك. انا طبعا ما كانش عندي لون احمر فاستخدمت حاجه تانية اخدت منها اللون بتاعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بروح نازله بشويه وبركن الباقي على جنب، وبعد ما بطحن كل الكميه في الكبه معلش، وببتدي ان انا اروح احطها في الكيس، واروح جايبه كيس فرداه على الطبق، وببتدي ان انا اعمل صوابع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انت ممكن تصغري الصوابع وممكن تعمليها كور علشان الاطفال يحبوها اكتر، او ممكن تشكليها على حسب ما انت عايزه. انا ببتدي اروح عاملاها كده واروح حاطه كيس تاني فوق الكميه اللي انا عملتها، واروح حطها في الفريزر. يعني انا بيتها لتاني يوم، انت ممكن تسيبيها ساعتين 3 او ممكن تبيتيها للاحسن. اهم حاجه ان هي تكون متماسكه وماسكه نفسها. للناس اللي بتقول الوصفات ما بتنجحش معاهم، يا جماعه اصبروا على الحاجه، ما تستعجلوش عليها، ومعاها واحده واحده علشان خاطر في ناس بتلخبط في الوصفات وترجع تقول لي احنا بناخد منك الوصفات وما بتتظبطش معانا. يا جماعه اصبروا على الوصفه، يعني لو هي تقعد معاكم من بالليل لحد تاني يوم سيبوها، ما تعملهاش في نفس اليوم. وببتدي ان انا اقطعها اهو علشان اوريكم ان الوصفه فعلا ناجحه 100%. وببتدي ان انا اقطعها كده لدايرات زي ما انتم شايفين، وبروح احطها في شويه زيت سخنين، ما يكونش الزيت بارد او الخلطه اللي احنا عملناها تكون سايبه، لا، لازم تطلعيها مجمده من الفريزر، تروحي مقطعاها وتروحي نازله فيها بزيت سخن، تروحي مديها رشه ملح، وخلاص على كده بتكون جاهزه معاكي. انا بقلبها اهو بكل سهوله، ما لزقتش معايا في الطاسه ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه احفظي الوصفه عندك، ويعني اظبطي ايدك في المقادير. وطبعا لو اتلخبطت في اي مقادير ابعتيلي بس في التعليقات وملكيش دعوه، وانا هكتب لك كل حاجه بالسنتي، حتى لو هي ما ظبطتش معاكي هقولك ازاي تظبطيها وما تستعجليش عليها. ماشي. انا بصوا بوريكم بس قلبها من جوه، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا، مستوي سوى الكهرمان. والصوابع عملتها لكم باهي برضو، وبروح رش عليها كاتشب كده علشان الاطفال يحبوها. والصراحه هي بكاتشب او من غير كاتشب عندي الاطفال ما شاء الله خلاص عشقوها. يعني انا هعملها بس هعملها بكميه اكبر علشان هم بيحبوا ان هم كمان عايزين يفطروا منها في سندوتشات. اهم حاجه تعملي الفيديو ده شير كتير، وبحبكم في الله، وتحفظيها عندك طبعا. ولو في اي كومنت ممكن تكتبولي في التعليق او اي تعليق على اي حاجه اكتبها